بس دي أصلا مخلخلة لأقصى درجات التخلخل. مخلخل؟ طب سندوتش فول بقى، يعني لو مادام في مخلخل. وأخذ يفكر ويفكر. صح هاي يا أخينا يا عمانا. ايه بتكلميني انا؟ ايه يا عم مالك؟ هو في غيرنا في الأوضة؟ سرحان في ايه؟ في العوالم. نعم يا حبيبي، عوالم شارع محمد علي طبعا. لا طبعا، العوالم الخفية، العوالم المتوازية، عوالم الطبيعة والفيزياء واللا معقول. ما أكيد يعني هكتشف حاجة. اشمعنى نيوتن يعني اكتشف الجاذبية؟ طيب يا اينشتاين، أسيبك بقى في ملكوتك. اينشتاين صحيح، فكرتين. تفتكري كان هيحصل ايه للعلم والدنيا لو مراتاتهم كانوا بيزنوا عليهم ويقطعوا عليهم تفكيرهم زي ما عملتي كده معايا؟ ها؟ ولا أي حاجة. هيحصل إيه يعني؟ برضو كانت الناس هتنام وتصحى وتشتغل وتحب وتتجوز وتخلف وتتطلق عادي يعني. لا صحيح، تخيلي لو نيوتن ما قعدش تحت شجرة التفاح. يا بنتي دي واحدة من أشهر 3 تفاحات غيروا مجرى الحياة. ولا لو أينشتاين ما كانش طلع بموضوع النسبية ده. تعرفي عنهم حاجة بما إنك خبيرة في التاريخ والحضارات وما شابه؟ طبعا محتاج خبراتي وإمكانياتي. يا عم الإمكانيات، بقول لكم إيه، اللي متخيل الحياة من غير نيوتن ينزل بسرعة يشترك معانا ويفعل الجرس عشان هقول لكم على سر. واللي مش متخيلها من غير أينشتاين يلا يعمل لايك. من أنتم؟ إسحاق نيوتن، عالم إنجليزي من أبرز العلماء اللي ساهموا في الفيزياء والرياضيات. اتولد سنة 1642، وده كان بعد سنة من موت عالم فلكي اسمه نيكولاس كوبرنيكوس. تقصدي نيكولاس كوبرنيكوس؟ أيوة هو ده كان لسه ناشر كتاب طازة اسمه حول دوران الأجرام السماوية. وكمان بعد موت جاليليو، عارفه ده طبعا ولا تراوة؟ شوف مين بتتكلم. لا عارفه طبعا، مش ده كان بيثبت إن الأرض هي اللي بتلف مش الشمس؟ أيوة هو، الله ينور عليك. وكان ماشي على فكرة. بقولك يقول أنت اسمه كده؟ نيكولاس. فكريني ده مين بقى والنبي كده عشان نسيت؟ ده كان عالم بيثبت خطأ نظرية أرسطو في مركزية الأرض. المهم عشان ما طولش عليك، قولي طولي. في الوقت ده فرضية مركزية الأرض كانت انتشرت واتقبلت، ودخل نيوتن الجامعة وابتدى نبوغه يظهر، وهوب الجامعة قفلت عشان الكوليرا وكله قاعد في بيته. زي أيام كورونا كده بالظبط. وقعد نيوتن جنب أمه، يعني أمه يرازي فيها 2 سنين، لكن طلع منهم كمية إنتاج فكري رهيبة. طلع بالتفاضل والتكامل اللي للنهاردة أنا مش فاهماهم لحد دلوقتي، يعني أنا اللي فاهمهم. وطور نظرية الضوء واكتشف قانون الجاذبية وقانون الحركة، وكل ده وهو لسه حاجة و20 سنة، تخيل. لا وكمان طور التلسكوب اللي بنستعمله دلوقتي بالمرايات بدل العدسات. أخد الاكتشافات كلها لوحده ابن اللذين. أتاريني مش لاقي حاجة أكتشفها. والله انت عارف بقى انه اتدفن في ويست مينستر سنة 1727؟ ايه ده، مش دي اللي اتدفنت فيها إليزابيث من كام شهر؟ ايوه، مع الملوك يا سيدي. اما جاليليو بقى لا ده عارف، قلنا بنتكلم عن اينشتاين. معلش خلاص اتلخبطت، وبعدين كلهم مهمين جدا. طيب يا ست المهمة، من فضلك التزمي بالنص وخلينا في الاتنين بتوع النهارده وبس، مش ناقصة لخبطة أرجوكي. طب هقولك، ألبرت أينشتاين كان عالم فيزياء من عيلة يهودية، اتولد سنة 1879 في ألمانيا، وخد الجنسية السويسرية والأمريكية كمان. الاتنين؟ جنسيتين لوز يا ابن المحظوظة. لا 3 بس، اتخلى عن الألمانية بعد كده ومات سنة 1955 في أمريكا من غير جنازة مهيبة ولا ويست مينستر؟ أيوة معلش، بس اتشهر بأبو النسبية علشان هو اللي حط النسبية الخاصة والنسبية العامة، اللي كانوا النواة الأولانية للفيزياء النظرية الحديثة. ونظريته بتاعته النسبية الخاصة خلفت نظرية نيوتن في الزمان والمكان، فحلت بشكل خاص مشاكل النظرية القديمة المتعلقة بالأمواج الكهرومغناطيسية عامة والضوء خاصة. قولي كهرومغناطيسية كده تاني. لو سمحت، مش عاوزة تريقة. كهرومغناطيسية. ماشي، أنا مش فاهم، يعني غلط في نيوتن؟ لا هو صلح له حاجات كتير بس. أيوة كده أحسن. نيوتن ده حبيبي. بصي، هو الاتنين اكتشفوا اكتشافات مذهلة، يعني نقطة لكل واحد منهم. 1-1. ماشي. الجاذبية.
انا عارف ان الاتنين اتكلموا في الجاذبيه. أيوة، نظرية أينشتاين للجاذبية ارتبطت بنظرية النسبية واختلفت عن نظرية نيوتن شويتين بإنها اتضمنت الحد الأقصى لسرعة الضوء في الكون. الترجمه نازله امتى؟ هفهمك. يعني اكتشف إنه عشان مفيش أي شيء ممكن يسافر بسرعة أعلى من الضوء، فالأرض مش هتلاحظ غياب الجاذبية لمدة 8 دقايق ونص، وهو الوقت اللي بتحتاجه عشان تسافر من الشمس للأرض، على أساس إنها سرعتها 300 ألف كيلو متر في الثانية. فهمتها كده؟ لا برضه. يعني نيوتن كان شايف إنه ايوه، ان الجاذبيه محسوسه في كل مكان في الكون على الفور وبتتنقل بسرعه لا نهائيه. فاهم ده؟ بالظبط. فلو الشمس اختفت الكرة الأرضية هتفقد الجاذبية وبالتالي هتطير بره نظام الشمس، لكن نظرية أينشتاين ظبطتها. فهمت؟ لا ما فهمتش برضه. طيب هقولك فرق تاني بين نيوتن وأينشتاين، هو إن نظرية أينشتاين بتعترف بأن المصدر الجاذبية مش الكتلة زي ما نيوتن كان قال، ولكن مصدر الجاذبية الطاقة، ومن ضمن أشكال الطاقة الكتلة. وده طبعا معناه ان كل اشكال الطاقه ليها جاذبيه، طاقه الصوت، الطاقه الحراريه الى اخره. تمام، بس الأهم من كده إن الجاذبية نفسها هي شكل من أشكال الطاقة، فكده الجاذبية بتخلق جاذبية. زي النوم بيجيب نوم كده، والفلوس بتجيب فلوس كتيره. اسم الله عليك، الله ينور. وده معناه إنه قريب من الشمس بتكون الجاذبية الشمسية في أقوى حالتها، فالجاذبية طلعت أقوى شوية من توقع نيوتن. كده مضطر ادي صوتي لاينشتاين. 2-1. من غيرهم كنا هنعمل ايه؟ هقول لك يا سيدي، من غير أينشتاين كان زماننا لسه مش فاهمين نظرية النسبية وهندسة المكان والزمان. دي هندسة والله، وما كناش وصلنا لإنجازات مهمة زي السيطرة على الطاقة النووية واكتشاف الفضاء وتطبيقات الضوء. طب انت عارف ايه كمان؟ قالك إن كل اللي بنشوفه ده خيالات مترجمة مش حقيقية، عبارة عن صور رمزية للمؤثرات اللي حوالينا اللي بيصورها الجهاز العصبي بتاعنا. يعني الحيطة المصمتة عقلك بيترجمها بحواسك مصمتة، بس دي أصلا مخلخلة لأقصى درجات التخلخل. مخلخل؟ طب سندوتش فول بقى، يعني لو مادام في مخلخل. بس بقى بتكلم بجد والله، وانا كمان انا جعان. بس سيبك انت، برضو من غير نيوتن كان زماننا سابحين في الفضاء من غير جاذبيه. يعني انام في لندن في الهواء بقى، اصحى الاقي نفسي في وسط اسود افريقيا مثلا، ولا اللي ايه؟ مرجحها. كنا هنتمرجح ازاي من غير جاذبيه؟ هرج يا عم، اكتشف نظرياتها مش عملها. كده كده انت ثابت على الارض اصلا، ولا هتروح ولا هتيجي. بصي، بما اني مش فاهم نص كلام اينشتاين فانا صوتي لنيوتن. 2-2، والنتيجه تعادل بين فريق النسبيه وفريق المراجيح. اقصد اينشتاين ونيوتن. النهارده احنا صوتنا كان للاتنين. يا ترى انت صوتك لمين؟ هيظهر قدامكم على الشاشه 2 من اكتر الماتشات اثاره. Enjoy.